السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبق سبانخ، الله الله على اللون والجمال. يا سلام، محشي محشي، ايه ده؟ وده كمان كوسه وبتنجان. يا سلام يا سلام. بصوا بقى، الرزايه برزتها مفلفل ومستوي وجميل، ولا معجون ولا ني. في ناس تعمل الكوسه دي والفلفل والمحشي عامه، تبص تلاقيه معجون شكلا وقواما وطعما. لا، بص الرزايه برزتها ومفلفله ازاي. انا طبعا ما اتفاجعتش يعني قدام الكاميرا، بس انا ايه بوريكم، يعني بقطمها عشان اوريكم من جوه قد ايه اللون، الخضره وجمالها، اللون الاحمر بتاع الطماطم اللي مظبوط، الرزايه مفلفله. بصوا الفراخ المشويه وجمالها. بصوا يا جماعه، الله الله اكبر. كرومبه جميله وفراخ عسل. دي مشويه في الفرن، خلي بالكم، لا مش مشويه من الاول والاخر، ده مسلوق، بس انا محمراها وهقول لكم ازاي. هوريكم الطريقه بتاعت كل حاجه، بس عشان الفيديو ده حسيته كبير فما رضيتش انزله لكم مره واحده، فهنزل لكم جزء النهارده باذن الله، والفيديو اللي وراه بقيه الفيديو، تمام؟ عشان ايه ما اطولش عليكم. زي ما انتم شايفين كده، هو طبعا اللقطه دي كده ايه جت غصب عني، لان انا دي في الفيديو التاني ازاي، لا ازاي اعقم الفراخ ومحلول الفراخ اعمله ازاي. تمام. دي طبعا زي ما انتم شايفين، الله 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 اكبر على السبانخ وجمالها. بصوا قصيره وجميله وخضره، يا سلام على خضرها وجمالها. طبعا اي خضروات لازم تتحط، زي الجرجير والخس والبقدونس والحاجات دي كلها يا حبايب قلبي، والسبانخ لازم تتحط في ميه وخل، تعقيم كده يعني تعقيم ونظافه. تمام. حطهم زي ما انتم شايفين، غسلتهم ونقيتهم وحطيتهم وصفيتهم وايه، وهقطعهم وهشوفوا مع بعض دلوقتي. سمنه وزيت، انا بحب احط السمنه تعزز الطعم، والزيت عشان الرز يبقى مفلفل. ليه؟ عشان اعمل احلى خلطه واحلى يعني تتبيله لاحلى محشي باذن الله. الخلطه دي والتتبيله دي تعمليها لايه؟ لمحشي الكرنب، ورق عنب، فلفل، بتنجان، كوسه، اي محشي حبيبه قلبي، ممبار، اللي انت عايزاه، نفس الخلطه. تمام. فدي خليها بقى عندك المفضله. تفضلي تقلبي البصل كده زي ما انت شايفه. انا حاطه كده 3 بصلات او 4 بصلات على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. عامله 2 كيلو رز، لان انا عامله بسم الله ما شاء الله كذا حاجه زي ما انتم شفتوا. فنص معلقه صغيره مليانه 7 بهارات، نص معلقه صغيره 7 بهارات، وشطه وكمون وفلفل اسمر وكزبره ناشفه، ده كله صاص لنص معلقه صغيره. تمام. الملح طبعا بيبقى ايه، يعني معلقه صغيره مليانه. ودي سكر، سنه سكر بقرفه، سن السكر بقرفه. قلنا زي ما قلنا دايما بنحط ملح قليل، ولما نحتاج بنزود، لان انتوا عارفين الطماطم ممكن تحدق مع الغليان والتقليب وده وده وده. فانا دايما ما بحطش ملح كتير، لان الملح الكتير مش هتعرفي تدوي، لكن لما قليل تزوديه. طبعا البصل حمرته واديته اللون الذهبي الجميل، وبعدين حطيت التوابل كده تشوح تشويحه خفيفه، ما تسيبوش كتير يتحرق. طبعا لما يكون عندك الطماطم غاليه، او مفيش طماطم، او محدش يجيب لك، او انت مستعجله حبيبه قلبي عندك طماطم بس مستعجله عايزه تعملي المحشي وانت عارفاه بياخد كده ايه وقت شويه، فرحت انا مطلعه 3 اكياس من الفريزر وسايباهم فكوا زي ما انتم شايفين كده شويه. فكوا شويه مش فكوا قوي يعني. هسيبهم هنا ايه يكملوا بقى ايه يسيحوا بقى. خلاص البصله اصفرت وبقت جميله وبقت لونها ذهبي وحلو. حطيت لها شويه التوابل الحلوين اللي قلنا عليهم. حطي لها بقى الطماطم، لو انت ضرباها في الخلاط ومصفياهم حطيها تتسبك. عندك طماطم زي كده اهو وشايلاها. الفيديو ده باذن الله ربنا يقدرني كده وافتكر واحطه لكم من تحت، عشان اوريكم ازاي بنعمل احلى صلصه طماطم بطريقه سهله وبسيطه من غير تعب ولا مجهود. تنفع زي ما قلنا لما يكون ما عندكيش طماطم مش قادره تنزلي او تعبانه، او الطماطم غاليه لانها مجنونه يا طماطم. بصوا بقى الصلصه فكت خلاص كده، او الطماطم فكت خلاص، وزودت لها بقى شويه ملح لقيتها محتاجه فحطيت لها هبابه. تمام. خلاص بقى هنعمل ايه بقى؟ برضو استغلالا للوقت، وطالما عندي الشبت والبقدونس والكزبره كنت ببقى جايباهم وغسلاهم ومقطعاهم بالمقص او بالسكينه، ولما يصفوا كويس من الميه عشان ما يعملش تلج ويبقى مش حلو، فبس ايه بحطهم مكيسهم واحطهم في الفريزر. بينفع، مش قلنا القرش الابيض بينفع يوم الاسود؟ تخيلي بقى ساعات بيبقى مثلا الخضره دي، الله، بيبقى في الشتاء بقى الخضره دي كتيره ورخيصه وجميله وتفتح النفس كده. هاتي واعملي، كل ما تنزلي السوق هاتي لك كده، مش لازم كتير، مش لازم كميات كبيره. يعني انت مثلا كام ربطه كده تعمليهم، كل ما يبقى ايه يعني جايبه السلطه ولا بتاع، خدي حبه وشيليهم. كل حاجه بتنفع. لما يكون عندك الصلصه بقى، شايفين كنت جايبه ربطتين كزبره عشان خاطر السبانخ اللي هنعملها مع بعض. فايه خدت ربطه للسبانخ والربطه التانيه حطيتها اخضر اهو، قطعته صغير برده وحطيته اخضر كده فريش. فانت لو ما عندكيش اللي في الفريزر قطعي يعني كزبره وشبت وبقدونس، ربطتين كده من كل حاجه، او ربطه على حسب كميه انت تعمليها زي ما قلت لك. وايه وروحي حطاهم كده اهو. اول ما حطيتهم وقلبت على طول الرز بقى
2 كيلو، عشان انا عامله 4 كيلو بتنجان، 2 كوسه و2 بتنجان، يعني عامله 4 كيلو محشي، ده غير الكرنبايه. فهعمل ما شاء الله 2 كيلو رز بلدي، نقياهم ومنضفاهم وغسلتهم، بس طبعا مش منقوع ولا حاجه. تغسليه وتقلبي بقى براحتك كده، وتروحي ايه قافله عليه بقى كده اهو. تمام، خلاص قلبت، ونقفل بقى ونسيبها تتهوى شويه عشان ناخد راحتنا ايه في الحشو، ما نتلسعش احنا واولادنا، هما بيساعدونا. تمام. صراحه المعالق السيليكون انا بعزها بيني وبينها كده معزه تحفه صراحه، بتنظف كده وتشيل وما تخليش اي حاجه كده في البولات والكلام ده كله ولا في الحلل. بص الله اكبر الله اكبر. بص الكوسه، كوسه مروره وجميله. الكوسه دي برضو بقت مجنونه اليومين دول يا جماعه، ساعات 12 وساعات 10 يعني، فانت ونصيبك، وساعات 15. المهم جبتها وقورتها زي ما انت شايفه كده، صغنونه وجميله ولذيذه، في صغير وفي كبير يعني، على قد ما قدرت نقيت الصغير وقورتها زي ما انتم شايفين كده اهوت. وهنغسلها ونصفيها. والبتنجان نفس الكلام. طبعا الكرنبه انا سلقتها وقطعتها، او شايفين السبانخ اتصفت بقى، هنحطها ترنشه كده ونقطعها بالسكينه او بالمقص كده، تقطعيها صغير زي ما انت حابه. تمام. والكزبره اهي حبايب قلبي غسلتها برده وسايباها تتصفى. كل ده هقطعه وكل حاجه لوحدها. وزي ما قلت لكم قبل كده، الحته الحمراء دي بنقلمها، بنرمي الحته اللي هي ملهاش لازمه، والحته الحمراء الزغنطوطه دي بنقلمها وبتبقى طعمها حلو ويعني مفيده يعني. قلت لكم قبل كده في فيديو منفصل للسبانخ على اهميتها وفايدتها. تمام. سايباهم كده بالمقلوب زي ما انتم شايفين عشان يتصفوا. باذن الله الفيديو اللي ورا ده ان شاء الله هوريكم بقى ازاي الفراخ سلقتها، وازاي حطيتها في المحلول. والمحلول عباره عن ايه اللي بحط فيه الفراخ والبط والحاجات دي كلها، والحاجات اللي هي الزفر يعني. وهوريكم ازاي سلقت اللحمه وطلعت منها احلى شوربه اللي عملت بيها المحشي. وهوريكم اللهم صل على النبي في الفيديو الجاي ازاي الكرنبايه قطعناها وسلقناها يعني قطعناها الاول وهي كبيره، وبعد كده سلقناها، وازاي قطعناها حتت حتت عشان نعملها ايه محشي، نحشيها يعني رز وكده. كل ده هوريكم باذن الله في الفيديو التاني. انا حبيتش اطول عليكم فقسمت الفيديو لجزئين، يا رب يكون يعجبكم، عشان انا مش عايزه اطول عليكم، وفي نفس الوقت مش عايزه ان البنات الحلوين سنه اولى زواج يفوتهم اي تركايه، اي حاجه، اي محتاجه، يبقى كل حاجه مش محتاجين ان هم يسالوني في حاجه، من كتر ما هو كل حاجه واضحه وصريحه. بصوا بقى، انا ما بحبش موضوع بقى المعالق والكلام ده، واشتغل بالنبي عربي وايديا وكده، بس يلا واحده كده ولا بتاع كده يعني قدامكم. لكن انا بعد كده هحط بقى وافرش كده الملايه في الارض كده ولا بتاع، واقعد بقى واعيش حياتي بقى انا واولادي بقى، وايه نشمر بقى ونعيش حياتنا، عشان انا طبعا مش عارفه اشمر قدام الكاميرا. بصوا بقى، يعني اهم حاجه ان انت ايه يعني ممكن بمسنه او بمعلقه صغيره زي ما انتم شايفين كده، ظهرها كده رفيع، بتاكد ان الرز نزل من تحت. ما انا مش هحشي الكوسه والبتنجان احسه من تحت فاضي ومليان من فوق وخلاص، لا. وبعدين برده مش لازم املاها على الاخر، بسيب كده زي اصغر من يعني نص العقله بتاع الصبع كده، بتسيبيه من فوق. شايفه ازاي بتسيبي نص العقله؟ ليه؟ لانه الرز ما استواش، فلما بيتحط له الشوربه ويستوي بيطلع لفوق ويعلى، فبدل ما يطلع من حله ويعجن، لا يطلع كده لفوق ويستوي. بص الاقي كده ايه كل واحده كده عليها شويه رز كده زي الطربوش كده، جميل 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 لما بيستوي. فبص التركايه دي برده لازم اقولها لكم حبيبي قلبي للامانه، ان انت ما تمليهاش على اخرها، لانه هي بالمعنى العامي هيطفح من فوق الرز ويزيد ويكب في الحله ويبقى مش حلو ويعجن مع الشوربه والكلام ده كله. فانا صريحه معاكي اهو وبقول لك على كل حاجه هتعمليهم بقى. وانا بحب دايما، مش عارفه اللي بحب كده ارص كل حاجه لوحدها، يعني انت حابه ترص كله مع بعضه براحتك. انا بحب ان الكوسه في حله لوحديها والبتنجان في حله لوحديها، ولو عندي فلفل كنت حطيت قرنين فلفل من هنا ومن هنا. ساعات بعمل معاكم الفلفل، وهتلاقوه برده في القناه لو انتم حابين تشوفوا الخلطه لوحديها في فيديو منفصل، والكوسه والبتنجان والفلفل برده في فيديو تاني. كنت عامله فلفل، بس انا عندي كتير يعني من اولادي كلهم، يعني تقريبا كلهم ما بيقولوش للكرنب لا، والكوسه كلهم بيقولوا لها زي الكرنب، لكن البتنجان في ناس تقول ولا، وفي ناس تقول على ورق العنب لا، وفي ناس فيعني كل حاجه هتلاقي عندي اللي بيحبها واللي ما بيحبهاش. فصراحه الفلفل يعني تقريبا ما حدش بيحبه الا واحد من اولادي، وانا يعني ممكن اكل فيه مش حبا، يعني اكل فيه كده 2 3، هو بيبقى جميل وحلو، بس انا بحب احطه كده على يعني لو انا مش هعمل فلفل اجيب كده قرن ولا 2 احطهم على الحله كده، بيدي ريحه حلوه وبيطعم الريحه يعني بتاعت الحله المحشي، يعني سواء كوسه او بتنجان. فاللي يريحك اعمليه.
لو برضو معاكي فلفل هتقوريه وتحشيه برضو نفس الحشوه، وتحطيه برضو في حله لوحديها وشويه شوربه زي ما هنعمل ده هتعمل التاني. طبعا انا دايما المره دي هعمل في حله جرانيت، فانا دايما بحب زي ما انا متعوده ان انا اعمل في الالومنيا، فبحط العروق او بحب احط ورقه زي ما انتم شايفين كده، يعني عشان خاطر احمي الكرنب من اي لسعه او من اي حاجه لو النار زادت عليه ولا حاجه. فانا بفرش كده فرشه كده من اللي هو الاخضر زي ما انتم شايفين. هي كرومبايه كانت جميله وحلوه وكنت جايباها ب 20 جنيه، بس كان للاسف اغلبيه ورقها اخضر زي ما انتم هتشوفوا كده. فانا اولادي كلهم بيحبوا الابيض، فبياكلوا دايما احط الابيض من فوق والاخضر اقول يستحمل السوا واحطه من تحت. فايه وعشان هم بيحبوا الابيض احطه من فوق. المره دي انا حاسه ان انا ايه عايزه اغير، عايزه اعمل لهم ايه ان انا احط الاخضر من فوق عشان وهو سخن وعلى الشياء ياكلوه. وتاني يوم بقى لو يعني لو بقى حاجه من الابيض اللي تحت هياكلوه بقى طبيعي لان هم بيحبوا الابيض، فاهمين يعني. خليكي كده نصحى وشوفي ايه اولادك بيحبوا ايه واعملي زي ما انت شايفه كده. بتجيبي الورقه وتلفيها كده بايدك، بتدوسي يعني بتضغطي كده ايه بصبعك الكبير كده بحيث ان الورق يبقى حلو ملفوف كده ومبروم زي ما انت شايفه كده، والرز كده يبقى مقفول عليه ما يتفتحش من الجناب ولا يتكب ولا الكلام ده كله. الورقه طبعا المقاس اللي انت حباه، في ناس بتعمل مقاس اكبر من ده وفي ناس بتعمل مقاس اصغر من ده. انا بقول دايما خير الامور الوسط زي ما انت شايفه حبايب قلبي. انا بوريكي كده كام واحده. انا مش هقول ان انا استاذه فيه، لا طبعا احنا كلنا بنتعلم من بعض، بس انا بوريك كذا واحده وانت بقى هتكملي بقيه المقدار زي ما انا هكمله ايه بعيد بقى، واقعد كده واتربع واعمل براحتي. بصوا بقى اهو رصي بقى الراس اللي تعجبك. والله يا جماعه احنا مش هنبيعه، ده احنا هناكله بالهنا والشفا. اهم حاجه في الاخر هيطلع الطعم جميل زي ما شفتوا كده في الاول، ورز مفلفل وزي الفل. بصوا بقى تقطعيه بالسكينه او بالمقص او على القطاعه براحتك. دي الكزبره دي ربطه، وربطه التانيه زي وطت بيها المحشي. رايكم في السبانخ؟ الله الله اكبر على اللون جميل. هو تفتكروا ده كتير قوي يا جماعه؟ مش كتير ولا حاجه. دلوقتي هتبصوا تلاقيه ايه نزل كده في الحله كده، هو بيبقى هايش. الورقيات بالذات لما تحطيها على النار كده بتهدى كده وتنقص، يعني لو ملينا الحله بيها مفيش 5 دقايق دوس تلاقيها بقت نص الحله يعني. زي ما انتم شايفين حطيت سمنه، وبعدين بصلايه ضربتها في الكبه. اي طبيخ احمر احنا بنعمل كده ان احنا سمنه وبعدين البصله، واول ما تبقى لونها ذهبي زي كده بنضرب الطماطم في الخلاط ونصفيها ونحطها زي ما انتم شايفين كده عشان تتسبك. في ناس بتعمله ني في ني، بس انا بحب كده اديها لون الذهبي ده، ما نخليهاش تتحرق عشان ما تبقاش ممرره. خلي لونها ذهبي جميل كده. ولو انت حابه يا حبيبه قلبي تعمليها ني في ني برده هي صحيه ني في ني، فاللي انت حباه اعمليه. شويه ملح وفلفل كده مع عصير الطماطم عشان يتسبكوا مع بعض. وزي ما قلت لكم دايما وبعيد في الاعاده افاده، ما بحطش ملح كتير لان الطماطم بتغلي كتير على النار فبتحدق، وهي املاح اساسا وبتحدق، فما بحطش ملح كتير. لكن احتاجنا في الاخر هحط. بصوا بسم الله ما شاء الله الشوربه رايقه وجميله. برده المقطع ده جه غصب عني اللي انا قلت لكم ان انا هجيبه في الفيديو المره الجايه باذن الله. طبعا اول ما تسبكت زي ما انتم شايفين كده شويه، رحنا حاطين بقى ايه السبانخ الحلوه بتاعتنا دي. طبعا هتنزل شويه بشويه، كل ما تحطي هتخس وينزل ميته وينزل لتحت، ما تقلقيش خالص خالص. هو صراحه انا عندي زوجي وواحد من اولادي ومرات ابني بس هم اللي ما شاء الله بيحبوا السبانخ، فانا بعمله عشانهم. لكن اغلبيه الباقيين وانا من ضمن يعني ماليش في السبانخ، مع انها حديد وحديد على حديد يفعل الله ما يريد زي ما بنقول، ومفيده جدا ومغذيه جدا. بس يلا بقى النفس اماره بالسوء، انا فتنت عليهم وعليا. بس انتوا عارفين انتوا اخواتي وحبايبي وعيلتي الكبيره وانا صريحه معاكم. ربنا يعزكم ويبارك فيكم. لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه اللي اول مره يشوفنا، ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد على كلمه الكل. انا بحبكم في الله يا حبايب قلبي، وعلى قد ما بقدر ببقى عايزه ان انا كل معلومه عندي افيدكم بيها. يا رب يا رب يكون استفدتوا، وبفرح جدا بتعليقاتكم. بصوا بقى بعد شويه كده اهوت شفتي بقى السبانخ قلت ازاي والكلام ده كله. رحنا حاطين بقى ايه ربس الكزبره اللي شفتوها في الاول، كنت غسلاها وقطعها صغير حطيتها الكزبره. تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط بص الشوربه الرايقه الجميله دي. ما تستعجلوش ما تستعجلوش، الفيديو الجاي باذن الله هتعرفوا الشوربه الرايقه الجميله دي عملناها ازاي، والفراخ ازاي حمرناها بالمنظر اللي كان في اول اللي كان على الترابيزه في اول الفيديو يا حبايب قلبي. شفتوا الفراخ كانت مشويه وجميله. اللي يشوف كده يقول مشويه على الفحم ولا مشويه في الفرن من الاول للاخر. لا يا جماعه والله انا سلقتها عشان اخد شوربتها زي ما انتم شايفين للسبانخ وللمحشي، وبعدين حطيتها تحت الشوايه بالتتبيله بقى مميزه وحلوه وخفيفه ولذيذه. هتشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. بصوا زي ما انتم شايفين كده معلقتين
رز او فريك اللي انت حباه، بس ده كان رز غسلتهم، رز بلدي غسلته وما نقعتوش ولا حاجه، وحطيتهم زي ما انتم شايفين كده معلقتين 3 بالكتير يعني، بس دول معلقتين كبار، وشويه ملح كده اظبط الدنيا. وبعدين برضو لو في احتاج تاني يعني زي ما قلت لكم، يعني انا كنت حاطه في الاول حبه صغيرين وقلت هبقى اظبط بعدين، لقيته محتاج طبعا ظبط. هنسيبها بقى لغايه ما الرز يستوي، يبقى كده استوت وزي الفل. حسيت ان هو محتاجه كبش شوربه حطي، لكن انا مش محتاجه الحمد لله اكتر من اللي انت شفتيه من الاول للاخر معايا. الرز استوى وجميل واللون وردي وحلو وحاجه الله اكبر. الف هنا وشفا على كل اللي بيحب السبانخ. قلنا مفيده وحديد، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، اللهم امين. سمكها حلو مش محتاجه شوربه ولا حاجه، واستوت. اركنها بقى على جنب واقول ايه غيره، تعالى نعمل غيره. نعمل غيره. بصوا بقى، خدت ايه حله كده صغيره على جنب، وخدت من الشوربه في الحله الكبيره عشان احيقها واظبطها. هي طبعا فيها حبهان ورق لورا وطماطم وجزر وبصل. ايه ده انا قلت يعني حطيت فيها ايه، بكره تعرفوا بكره تعرفوا. المهم ظبطت شويه ملح كمان، ومرقه الدجاج يا حبايب قلبي كان عندي كده مكعب ونص ولا مكعبين حطيتهم، وظبطت ملح وفلفل ومرق الدجاج. خلي بالك المرق الدجاج بيبقى فيها ملح كتير، فايه ما تكتريش يعني. المهم ظبطي شوربتك عشان نسقي بيها المحشي. الله الله، طبعا الشوربه سخنه زي ما انتم شايفين بقى. عملت البتنجان الجميل الحديد دوت، والكوسه المفيده الحلوه للقلب المغذيه دي، والكرنب ما شاء الله. زي ما قلت لكم عملت اللي على الوش اخضر. قلت بقى ايه بس اسكتوا اسكتوا، ومش طلعت خايبه، قلت عشان اغرف من فوق وياكلوه. وبعدين جيت بقى ساعه الغرف زي ما شفتوني كده، رحت قلباه كله في الصينيه، فاللي تحت طلع الابيض اللي هو فوق. يعني برضو مهما عملنا ما فيش فايده. بس والله اتاكل من اول واحده لاخر واحده، ما فيش واحده اترمت، وبسم الله ما شاء الله كان زي العسل. بصي بقى الشوربه تحطي كده يعني تقريبا نص الحله شوربه، او اقل من النص بهبابه، اقل من النص بحاجه بسيطه، لان انتوا عارفين الكوسه والخضار لما بينزل ميته، فاهمه؟ فما تحطيش شوربه كتير خساره يعني، حطي الشوربه اللي انت تحتاجيها بس، زي ما قلت لك نص الحله شوربه او اقل من النص بشويه. ده بالنسبه للكوسه والبتنجان والفلفل. طب بالنسبه لورق العنب او الكرنب، يا دوبك يتغطى، يا دوبك يتغطى، وهتشوفوا دلوقتي ازاي. بصوا يا دوبك الورق العنب او الكرنب يتغطى بالشوربه، يبقى باين كده من فوق كده اهوت الايه الكرنب او ورق العنب، يا دوبك نغطيه كده بس، ما نزودش كتير عشان ما يعجنش. تمام. وطبعا تحركي الحله كده بالذات في الكرنب والورق العنب، بتحركي كده عشان لو ما فيش شوربه توصل لتحت. تمام. الله 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 الله، يا جمالك يا حلوياتك. حطي بقى، يلا بقى شيلي يا مالك معايا بقى، حطي على النار بقى، النار تبقى عاليه لغايه ما تغلي الشوربه، لغايه ما تغلي الشوربه. واول ما تغلي الحله كده يعني والشوربه فيها، نوطي بقى على شمعه كده اهو، عشان الحاجه تستوي كده على نار هاديه كده، ويطلع احلى محشي معاكي، ولا يتحرق ولا يتشعط من تحت، ولا تبقى حاجه تحفه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. بصوا حطيته على النار اهو، ونعلي عليها، ولما تغلي، لما تغلي هنخلي النار ايه يعني هاديه شويه، يعني هنخليها يعني وسط، مش هاديه قوي يعني فنقعد جنبه اليوم كله يعني عشان ناكل شويه من المحشي دول. يعني نخلي النار كده ايه وسط يعني، ولا اللي هي عاليه قوي ولا شمعه ولا شمعه، عشان هو مش رز، ده محشي. زي ما انتم شايفين السبانخ خلصناها، والحاجه بقى غليت اهو، شايفين البخار غليت اهو بقى. فقلت اوريكم برده الخطوه دي. ونوطي بقى، تخلي النار ايه وسط، وسط كده يعني، او اقل من الوسط لغايه ما تستوي خالص بقى. بتاخدي واحده بقى وتدوقيها، او تقطعيها كده بالمعلقه تلاقيها ايه اتقطعت معاكي بسهوله، فبسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه، حاجه الله اكبر. بصوا بقى، احلى محشي واحلى سبانخ واحلى كرنب واحلى كوسه واحلى بتنجان. والفراخ دي استنوني بكره هتشوفوا الطريقه. انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.